سمعت يا خويني المشاهد، أحمد البشير يشوف أنه المحتوى الهابط هو تحريض بعض مدونين الإطار وتسريبات المالكي مو سعلوسة ولا السيد علي. والواضح من هذا الكلام أنه أحمد البشير ما وصلت له فكرة هاي المنصة ولا الهدف من وجودها. وأني بعد ما سمعت هذا الكلام شفت أنه من الضروري أن أوضح كم شغل لأحمد البشير ومتابعين الأعزاء. فقبل لا نبدي هاي الحلقة يا صديقي أنصحك أن تحط لايك بخشمك وخل نسولف. بالبداية وقبل لا أحكي أي شيء ضروري أن تفهمون أنه أنا وأحمد البشير أصدقاء وماكو أي خلافات شخصية بيني وبينه. وهاي الحلقة يا صديقي ما سويتها إلا بعد ما تواصلت شخصيا ويا أحمد البشير، فلا حد يسوي دراما ويكتب تعليقات غير لائقة. أكرر يا خويني، أنا وأحمد البشير نختلف بالآراء لكن أحترمه ويحترمني، بس يعني وين الاختلاف؟ هو شي يشوف وأني شنو أشوف. أحمد البشير يشوف أنه منصة بلغ الخاصة بوزارة الداخلية هي تقييد للحريات، وأن الحل مو بوضع القوانين إنما بتوعية الناس وغلق الحسابات، ويشوف أنه الخطر الاجتماعي لبعض الشخصيات السياسية أكبر من سعلوسة والسيد علي وغيرهم من هاي الشخصيات. أما أنا كأكتوبر شنو أشوف؟ فتعال أقول لك. أولا، هل الحل بالتوعية وإغلاق الحسابات وماكو داعي للقوانين مثل ما يقول أحمد البشير؟ خليني هنا أقول يا أحمد يا صديقي إنه أكو ناس محتواهم عبارة عن انتقاد للمشاهير مثل جرجيس وأبو الأصفر وغيرهم، وذول الشخصيتين وغيرهم اللي يستخدمون اسلوب الانتقاد صار لهم سنين بهذا المجال، وكلنا ندري انه عدد المتابعين لهاي الشخصيات جاي يزيد وما ينقص. ومستحيل يا صديقي ان اطب بعقل 40 مليون عراقي واخليهم ما يتابعون هيج نوعيه من المشاهير او هيج نوعيه من المحتوى. وكلنا ندري انه اكو مشاهير يتمنون انت او اني او الناس تحكي عليهم حتى يطشون اكثر. ممكن هسه انت تتفق وياي وتقول لي انه التوعيه مو الحل الامثل، فخلينا نبلغ على هاي الحسابات ونسدها. وهنا خليني انطيك مثال بسيط يا صديقي يا أحمد البشير، وهذا المثال هو بلانا. وبدون ما أسمعك وأشوفك شي يسوي هذا الشخص بسبب حقوق النشر، فهذا الشخص يبث يوميا، وبوحدة من البثوث جاب طفل عمره 7 سنين يقول الطفلة عمرها 13 سنة أنت شلون تمارسين العادة السرية أمام آلاف المشاهدين ببث مباشر. أنا شخصيا بلغت على صفحتين تابعات البلانة وتوقفت الأرباح بيها. واللي صار يا أحمد البشير إنه هذا الشخص ثاني يوم راح اشترى صفحة جديدة وحاليا مشاهداته خيالية. فأي يا خويني تسد حساب هذا الشخص منا يروح يفتح لك 10 حسابات ثانية، وماكو أسهل من أن تفتح حساب بالسوشيال ميديا. فللأسف الشديد أنك توعي أو تسد الحسابات مو حل، إنما الحل يكون بتطبيق قوانين مشددة بحق كل من يسوي هيك السلوكيات. وإذا نحكي بالقوانين يا صديقي فخلينا ننتقل للنقطة الثانية. ثانيا، هل هاي المنصة هي قمع للحريات مثل ما أنت تشوف؟ المنصة لا تعتبر قمع للحريات، لأن ماكو دولة تعوف السوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني بدون قانون. وهنا خليني أنطيك مثال بسيط كلش. قبل 50 سنة ولما ما كان اكو انترنت، الجرائم كانت تصير بارض الواقع مثل السرقة والابتزاز والتحرش وغيرها. فاذا عباس مد ايده لجيب كرار وخمط 1000 دينار فهاي تعتبر جريمة سرقة. اما بوقتنا الحالي وبعد ظهور الانترنت وعباس كبر وصار يقدر يبوق الكريدت كارت مال كرار، فهاي هم تعتبر سرقة، ولكن تعتبر سرقة بواسطة الكترونية حديثة ومن خلال الانترنت. فمثل ما القانون كان يحاسب سابقا على السرقة بالشارع، لازم اكو قوانين حالية تحاسب اللي يبوق من حاسبته او موبايله. وقيس هذا المثال على بقية الجرائم مثل السب والشتم والابتزاز والتحرش وغيرها من الجرائم اللي كانت تصير سابقا بالشارع اليوم دا تصير بالانترنت. وهنا يا اصدقائي ماكو دولة محترمة بالعالم تعوف الانترنت هيج بدون قانون. وضحت الفكرة؟ خلينا نروح النقطة الثالثة. ثالثا، منو الأخطر سعلوسة لو أحمد عبد السادة ونور المالكي؟ حتى أرد على هاي النقطة يا أحمد البشير ضروري أقول لك شغلة. إذا حضرتك فاهم فكرة المنصة إنه ما نخلي سعلوسة يحكي، فهاي كارثة بصراحة، لأن المنصة ما لها علاقة بهاي الأمور. وماكو قانون بالعراق يقول إنه ممنوع تقول سعلوسة، إنما أكو قوانين تمنع التحرش والإيحاءات الجنسية والكلام الفاحش واستغلال الأطفال وغيرها من السلوكيات. وهاي الجرائم يا أحمد البشير مذكورة بقانون العقوبات العراقي. أما مصطلح المحتوى الهابط واللي تم تداوله بالإعلام فهو مصطلح إعلامي مو قانوني، لأن ماكو قانون بالعراق يقول هذا محتوى هابط وذاك محتوى مو هابط. وبعد ما عرفنا انه الموضوع ما يتعلق بسعلوسة وسوالف سعلوسة وسيد علي، انما باشخاص يستغلون الاطفال ويسوون بثوث عبارة عن دعارة وسمسرة للنساء، فخليني اني اسالك سؤال، وهذا السؤال الك شخصيا يا احمد البشير، على اعتبار انه اني اعرفك ايش قد تحب الاطفال وايش قد حريص على انه الجيل القادم يكون افضل. والسؤال يا احمد البشير يقول منو الاخطر، احمد عبد السادة اللي ما يتابعه غير الولايين الكبار بالعمر، لو هذا المتحرش اللي يتابعوه الاطفال؟ مع الاسف عافوا البنات قاموا يدورون ولد. اي مشكله. ها والله مشكله والله يعني يوم انا جاي اشوف خوياك يعني العالم هايفه الدنيا كذا لازقين بعباس. اي والله شنو الموضوع؟ والله
منو الأخطر يا أحمد البشير؟ حيدر البرزنشي اللي صاير مضحكة بالقنوات، لو هذا القواد اللي يبث بالتيك توك؟ شباب تدرون أنا إيش داقة على الخلفية؟ داقة ادفع بقوة وراسمته ادفع بقوة. راسمته ادفع بقوة على الفردات. والله انا داقة. يلا شباب تكبيس ومشاركات، الكل يتكبس ويشارك. يلا لا توقف تكبيس، لا توقف تكبيس، وصلوا لي خوخة ألف حتى تفتح كاميرا. منو الأخطر يا أحمد البشير؟ نوري المالكي اللي رجله بالقبر، لو هذا التافه اللي يتابعه آلاف الأطفال؟ ايدي بارد. وانا وحده بهالحر انها بارده، ايش تحكي هاي؟ هاي تضرب جلق الله يجد. واقدر انطيك هواي امثله يا احمد، ولازم تدري انه الموضوع مو يم سعلوسه، انما يم اشخاص جاي يسوون سوالف تشي بالراس. ذول الاشخاص جاي يتابعهم مئات الالاف من الاطفال، فاني وانت علي من تعبانين ومسوين هذا الجهد، غير حتى الجيل القادم ما يكون عباره عن مطيه للاحزاب التقليديه يا احمد. قبل كم سنه ما كان اكو هيك محتوى، واليوم اذا ما تمت معاقبه هاي الشخصيات فبعد سنه راح تشوف الاسوأ والاقذر. اذا ما تمت معالجه هاي الوضعيه يا احمد البشير راح تشوف بعينك جيل ينزع الباسه بورده بالتيك توك ببث مباشر بدل ان ينتزع الفاسدين من الحكم. وبعدين اني مو فاهم ليش دائما تواجهونا بسالفه قمع الحريات، يا رجل اني صاير بين سندانه الحريات ومطرقه الدين، اروح يمنى يجيني ليبرالي يقول لي هذا قمع للحريات، اروح يسرى يجيني اسلامي يقول لي هذا ضد الدين، يعني وين انطي وجهي؟ ادري هسه الليبرالي يريد يبتعد عن الدين ويخلق لي صنم جديد اسمه الحريات، يعني هسه الليبرالي هنا شنو اختلف عن الاسلامي؟ اي فرق ماكو كفيلكم الله. كل ما تتحرك يقول هاي قمع للحريات، كل ما تتحرك يقول ليش ما تروح للمالكي وليش ما تخفض الدولار. صدق كذب. زين شباب ليش ما تعوفون رفع المحتوى الهابط وتهبطون الدولار المرتفع؟ مو افضل؟ يعني هسه انا اريد افهم ايش جاب الدولار بالنص، وشنو علاقه الدولار بمنصه مخصصه للرقابه على السوشيال ميديا؟ وبعدين تعال خلينا نفترض انه نوري المالكي ظل عايش منا ل40 سنه، شنو مثلا ابقى صافن والجهال ينزعون بالبث؟ ما احاسب احد لان نوري المالكي ما متحاكم، ما اجيب طاري قاصرات الملاهي وبثوث الدعاره والقواده العلنيه بالتيك توك لان الدولار صاعد. وين الواقعيه بالموضوع يا اخويا يا احمد؟ راح اشق هدومي والله. الخلاصة يا صديقي العزيز أحمد البشير، أتمنى فكرة المنصة وصلت لك بشكل واضح. الناس ما تدري بالمحبة والمعزة اللي بيني وبينك، بس أنا وأنت ندري بيها، وما أريد أحد يفهم إنه إحنا متعاركين أو مختلفين ومن هالخرابيط. اللي سويته أنا هو العمل بالممكن وبشكل واقعي، وما أقعد أنتظر 10 أو 20 سنة لحد ما يتغيرون الأحزاب الإسلامية، لأن مثل ما قلت لك يا خويني قبل سنة ما كان أكو هيك محتوى قذر، فتخيل الوضعية بعد 10 سنين. اللي أتمناه منك هو أن تكون سند إلي ورقيب إعلامي على تطبيق القانون على الكبار والصغار بهاي المنصة. إذا مشت المنصة بشكل صحيح فخير على خير، أما إذا تم تجيرها لمصالح حزبية فكلنا راح نكون ضدها، وكلنا بالنهاية نريد الخير لمجتمعنا، وإحنا اللي نقرر شلون يكون مجتمعنا، مو اللي عايش خلف المحيطات. كلنا بالنهاية يا صديقي العزيز لازم نكون حريصين على أنه الجيل القادم ينتزع الفساد، مو ينزع ملابسه ببث مباشر مقابل وردة. يلا ولي. لا تعال هاي بوصل خشمك. قبل لا انهي الفيديو حاب انوه على قناتي بالتليجرام واللي مخصصها لمحاربة هذا النوع من المحتوى. رابط القناة راح يكون بالوصف، انضم ويانا وخلينا سويا نوقف بوجه هذا المحتوى وهاي التصرفات لان اطفالنا يستاهلون. اللايك والتعليق والمشاركة لا تنسوها